خلاص السبع دقايق خلصوا بقى 10 دقايق، عدينا ال 10 دقايق خلاص. صفر بقى، صفر بقى، صفر بقى، صفر. خلاص خلصنا، خلاص خلاص خلاص. انا عاوز اعرف ده مين اللي كان بيلعب؟ ده مش منتخب مصر، ده مش منتخب مصر. احنا كسبنا ماتش في كاس العالم. انت متخيل؟ اول مره تحصل في تاريخ الدنيا، في تاريخ الدنيا بنكسب ماتش في كاس العالم. لا ومش ماتش ده احنا دغدغنا الدنيا، مش اللي هو ماتش جون وقعدنا نرجع لورا ومش عارف وندافع. ده احنا دغدغنا نيوزيلندا دي. سيبك من الشوط الاول عشان احنا ما جيناش الشوط الاول. الشوط الثاني ايه ده؟ الشوط الثاني ده احنا نجيب 5-6 مرتاح. احنا كسبنا ماتش في كاس العالم اخيرا. انا مش مصدق. خلاص كسبنا. احنا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بص عد بقى الارقام القياسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كسبنا اول ماتش في تاريخ مصر في كاس العالم. اول حاجه. تاني حاجه اتصدرنا مجموعتنا. انت فاهم دي حاجه اول مره بقى حد يشوفها في الدنيا. انت فاهم؟ ولا انا ولا انت ولا ابوك ولا ابويا ولا جدودنا ولا اي حد. احنا اتصدرنا ماتشنا، اتصدرنا مجموعتنا في كاس العالم. احنا مركز اول والمجموعه فيها بلجيكا، وقلنا كده من الاول ما حدش صدق. احنا متصدر خلاص اتاهلنا. واول مره نعدي. بص بقى الحاجه الثالثه، اول مره نعدي دور المجموعات. احنا اتاهلنا رسميا خلاص لدور ال 32. الحاجه الرابعه، محمد صلاح بينفرد الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في كاس العالم ب3 اجوان. بص حسام حسن وكريم حسن بيجروا في نص الملعب بعلم مصر، علم مصر، واحنا داخلين دور ال 32. بص بقى انا بس عايز اسال سؤال. زيكو معلش بس والله زيكو ده الشوط الاول عارف انت فورمه مروان محسن وهو عنده 60 سنه؟ انت عارف دي فورمه مروان محسن وعنده 60 سنه. الواد زيكو ولا بيعمل كرة صح، ولا بيباصي صح، ولا بيجري صح، ولا بيستلم صح، ولا بيشوط صح، ولا بيرفع صح. كل حاجه زفت في الملعب. الشوط الثاني بقى ما تعرفش حسام حسن عمل ايه في اللعيبه. دخل عليهم اوضه اللعيبه، ما تعرفش نجدهم. بص المنظر، نجدهم والله. ما تعرفش عمل ايه حسام حسن. نزلنا الشوط الثاني منتخب مصر ده بقى منتخب فرنسا، اتقلب. وزيكو بقى خلاص انا شايف رونالدو الظاهره قدامي. انا شايف بقى بيعمل بيباصي صح قوي، بيرفع صح قوي، بيجيب اجوان، بيعمل اسيستات، هدف واسيست. انت فاهم؟ انا ما اعرفش ايه اللي حصل. زيكو الشوط الاول ده اخره يعني مش عايز اقول لك هيعمل ايه. انما الشوط الثاني زيكو ده اكتشاف. انا ما اعرفش ايه اللي حصل بين الشوطين. هو نفس اللعيبه ونفس الخطه ونفس التشكيل، نفس كل حاجه، بس الشوط الثاني تنانين مجنحه في الملعب. العيال كلها ايه ده. وبعدين بقى محمد صلاح بقى شوف محمد صلاح وهو بيستلم الكوره. انت عارف كلنا شايفين الجون قبل ما يجي. انا متاكد ان انا لو سالتك انت شفت الجون قبل ما يجي هتقول لي احنا عارفينه. بياخد الكوره من على اليمين، بيقوم مسلمها بوش رجله الخارجي، بيستنى بيدي الوان، بيستنى التو، بيحط الارتو. انت فاهم؟ احنا حافظينها والله، حافظين، شايفينها من قبل ما تيجي وجت. وبعدين بقى ايه تريزيجيه ده؟ ايه يا عم ده؟ ايه يا عم؟ بتنزل من على الدكه بتحط على طول في كاس العالم يا فاجر. في كاس او احنا بنلعب في الدوري يا فاجر. ده ايه ده بتنزل يا جدعان بجد. انت فاهم؟ احنا عايشين ليله عمرنا ما عشناها. انت انا مش مصدق، برضو مش مصدق ان في حاجه غريبه في الجول الاولاني. انا لو جيت قلت لك قبل كاس العالم انت هتشوف جون في كاس العالم. بص بقى اسمع دي، هتشوف جون في كاس العالم اسيست محمد هاني، الجون زيزو يا زيكو. انت فاهم؟ هتقول لي مين زيكو ده اصلا؟ هتقول لي محمد هاني ايه اللي يعمل اسيست ومين زيكو؟ انت فاهم؟ انت متخيل ان الجون الموازي؟ لا واتعملت محمد هاني مين الكافور اللي بيلعب معانا ده؟ محمد هاني في كاس العالم ممكن يجي الاهلي. انا ممكن محمد هاني ده انا عايز امضيه الاهلي. ده محمد هاني ده انا عايزه يلعب للاهلي مدى الحياه. ده محمد هاني ده اللي احنا شايفينه ده. سلام كلهم بيسجدوا في الملعب في نفس الثانيه. انا عمال اشوف حاجات يا جدعان. انا عايز محمد هاني ده اللي عامل ماتشين طرش وبعدين بيرفع الرفعه زيكو بيدي. مين دول المنتخب ده احنا لعبنا ولا كاننا ايه ده؟ ايه يا جدعان ده اللي بيحصل ده؟ انت ما تعرفش احنا ممكن نشوفه تاني امتى وممكن نشوفه تاني ولا لا. انت فاهم؟ انت ما تعرفش احنا ممكن نشوفه تاني ولا لا. مفيش حد في تاريخ مصر ما اتعملتش في الدنيا قبل كده عندنا. دلوقتي بيحصل. فانت ايه؟ اتفرج
اتفرج واتبسط. احنا طلع عندنا يا ابراهيم يا فايق، طلع عندنا. وما تقوليش حط صلاح على جنب، لا ده احنا عندنا حط صلاح جنب زيكو، جنب مرموش، جنب مش عارف، كلهم جامدين، كلهم رجاله. ما فيش واحد النهارده تقول عليه وحش، ما فيش واحد النهارده تقول عليه ما اللي هو كان نص نص. وبعدين بقى معلش حته صغيره بقى لوحدها كده لشوبير. انت ايه يابا؟ انت فاهم ان الشوبير ده انا عايز اول ما يتقال اسمه كلنا حش يفتح بقه. شوبير او شوبير كده. شوبير يعني تسكت. شوبير يعني تسكت وتحترم نفسك. شوبير. شوبير يعني محدش يتكلم. ايه اللي شوبير ده ماله فيه ايه؟ شوبير انا هو احنا ده احنا يا جدع، ده احنا عشنا في سنين عجاف، عشنا في سنين مع عاملين كده على اي حارس بيلعب. دلوقتي احنا عندنا شوبير يا باشا، عندنا شوبير يا عم. اهم فيديو في تاريخ السوشيال ميديا، واي حد يعمل فيديو النهارده هيبقى اهم فيديو في تاريخ السوشيال ميديا. فيديو تأهل مصر من كاس العالم لدور ال 32 وعدينا المجموعات وكسبنا اول ماتش خلاص. اهم حاجه في الدنيا ده النهارده كده اتحط بين قوسين، ده اول يوم اول مره نعيشه في حياتنا.